تلفزيون الدنيا يتابع رصد عمالة هذه الفضائيات المأجورة البعيدة عن كل أخلاقيات المهنة، ويعري مزيدا من تورطها في المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأمة. بكل ثقة وصرامة تصف مذيع القناة الدنيا السورية الموالية للنظام السوري قناة الجديد بأنها بعيدة عن كل أخلاقيات المهنة، وتعري ما سمته تورطنا في المشروع الصهيوني. في الحقيقة لسنا الآن في وارد الرد في السياسة والجدل العقيم، على الرغم من أن تاريخ قناة الجديد في الممانعة ومحاربة العدو الإسرائيلي ودعم المقاومة تاريخ يشهد لماضينا ولمستقبلنا. ولكن ولأن المذيعة حريصة على أخلاقيات المهنة، فلا بد من تذكيرها وتذكير قناة الدنيا أن التضليل الإعلامي وهو اسم الفقرة ممنوع أن تتهم به قناة الجديد ولن نسمح به، وخصوصا أن في أرض الجديد شهيدا وفي مسيرتها عليا على الظلم والفبركات الإعلامية. فبالأمس أتحفتنا قناة الدنيا السورية بتقرير عن ملابسات ما جرى على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، محاولة فبركة سيناريو جديد مغاير لما رواه الزميل حسين خريس. فإليكم النسخة السورية. لا أستطيع تحديد الجهة، لأن فعلا المنطقة هناك منطقة غير معروف من يسيطر عليها. نحن حتى عندما أتت مخابرات الجيش لم نجرؤ بالكلام معهم ولم ندلهم على مكاننا. كنا نخاف أن يكونوا أيضا لا أدري يتبعون أي جهة. لا أستطيع الحزم، لأننا قبلها كنا قد ألقينا التحية والسلام على الهجانة السوريين. اجتزاء للحديث الأول للزميل خريس بعد الفاجعة واضح بعملية المونتاج، لا بل أكثر. تناست قناة الدنيا أن هذا الجواب جاء ردا على سؤال المذيعة كاترين حنا عن مكان اختبائهم من الرصاص، وليس عن الجهة التي أطلقت النار على فريق الجديد، فتم اجتزاء المقطع التالي من الحديث. كنا نخاف أن يكونوا أيضا لا أدري يتبعون أي جهة. لذلك نحن لم نخبرهم، لكن النيران طبعا هي أتت من الجانب السوري، من الجانب المختلط أستطيع القول. لا أستطيع الحزم، لأننا قبلها كنا قد ألقينا التحية والسلام على الهجانة السوريين. لا أدري، هي أتت طبعا من الجانب السوري. طيب، مراسل المحطة على الأقل، ونقول على الأقل، لم يجزم بمن هي الجهة التي أطلقت عليهم النار، ومع ذلك فإن المحطة جزمت بشكل قاطع عند نقلها للخبر على لسان مذيعتها أن الجيش السوري هو الذي أطلق النار على الفريق، وبالتالي هو الذي يتحمل مسؤولية دم فقيدها. أطلق الرصاص بشكل كثير جدا على السيارة من قبل الجيش السوري. عندما بدأ إطلاق الرصاص من قبل الجيش السوري على سيارة قناة الجديد، وفي أخبارها المكتوبة أيضا جزمت على النحو نفسه. طيب، إن كان مراسلها الذي كان موجودا في المكان تحدث بغير هذا الكلام، فما هو المصدر الذي استقت منه المحطة جزمها بأن الجيش السوري هو مطلق النار؟ لعل قناة الدنيا السورية لم ترد أن تسمع إلا بعض الثواني من تغطية استمرت ساعات، ولكن وإيمانا منا بضرورة أن نساعد القناة الضالة عن المهنية ونقل الصورة الكاملة، نعيد بث مقاطع من أحاديث أخرى للزميل خريس تناستها القناة السورية. هلا من الجانب الثاني صار يجينا انذارات من الناس مدنيين لابسين سلاح من الجانب السوري، يلي هن اكيد الجيش السوري المسيطر هناك. نعم. وانا مأكد انه تعرضت لاطلاق نار كثيف لمده ساعتين انا وزملائي من الجانب السوري، من الجانب اللي بيسيطر عليه. انت مأكد من الجانب يلي بيسيطر عليه الجيش السوري النظامي الموجود هناك. الجيش السوري رش السياره، مين رش الجيش السوري؟ رشونا رش. على اي حال، رحم الله علي سليمان أيا كان سبب تواجده، رحم الله علي سليمان أيا كان سبب تواجده. للتذكير وكي لا يبقى التضليل، هو علي شعبان وليس علي سليمان. رشال كرم، قناة الجديد.